أهلا سعدتم ظهيرة أينما كنتم أيها السادة والسيدات من استديوهات الفضائية بالعاصمة أسمرة. نحييكم ونستهل نشرة الأخبار كما هو معتاد بالعناوين الرئيسية. تنظيم مهرجان فيترينا في إيطاليا، تنفيذ برامج تنموية في فرع، سيمينارات لمكافحة الآفات الزراعية بالقاشبركة، مقتل 20 شخصا في انفجار بأفغانستان، فوز تاريخي لليسار بالانتخابات الرئاسية بالمكسيك، مصر 4 أشخاص وإجلاء آخرين في رومانيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. نظم الإيطاليين المقيمون في إيطاليا مهرجانهم السنوي في مدينة ميلانو يومي 30 من يونيو والأول من يوليو الحالي. وافتتح المهرجان وفد الحكومة الإيطالية على المستوى وزير الحكومات المحلية السيد والدنكيلا أوبرها بحضور الإيطاليين القادمين من مختلف المدن الإيطالية وأصدقاء إيطاليا. وقد وجدت عروض برامج التنمية التي تشهدها البلاد وتطوراتها ومعرض الصورة الذي عكس المباني الجميلة التي مكنت أسمرة من دخول سجل التراث العالمي، وجدت الإعجاب والتقدير من المشاركين في المهرجان. وقدم وزير الحكومات المحلية السيد والدنكيل في السيمينار الذي عقده توضيحا موسعا حول القضايا الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأجاب على أسئلة واستفسارات الحضور. في غضون ذلك عقد شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إيطاليا وفرع الاتحاد الوطني للمرأة الإيطالية في إيطاليا اجتماعات لتقوية التأطير والتنظيم والدفع بالبرامج الوطنية. وشهد المهرجان الذي استمر ليومين منافسات رياضية بين المدن وفعاليات ثقافية. وقدم الوزير والدنكيل والسفير في السهاتين بيتروس الميداليات والشهادات للفائزين في المنافسات والمساهمين لإنجاح المهرجان. وأحيت الفرقة الفنية المكونة من الشباب التي ذهبت من إيطاليا عروض فنية رائعة في المهرجان. أفاد مدير مديرية فرع السيد عثمان عرفة إلى تنفيذ برامج تنموية بمشاركة فعالة في المديرية. وقال أن السكان قاموا بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه ومكافحة دودة الحشد الخريفية الطائرة وصيانة الطرق وبرامج أخرى وبناء وصيانة مجرى تحويل السيول في ضاحية ملكة وصيانة الحواجز المائية في ضواحي زولا وأفتى وحديش وفرو وصيانة طريق ملكة إلى بلدة فرو. وأشار المسؤول إلى تأمين مياه الشرب إلى القرى الواقعة في السهول، وتجري الدراسات لتجميع القرى لمزيد من البرامج الفاعلة. وذكر عن وجود أكثر من 34 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وارتفاع المشاركة في مائدة التعليم. وحول الأوضاع الزراعية أوضح السيد عثمان عرفة عن وجود مساحة أكثر من 8000 هكتار من الأراضي الزراعية التي تزرع بالأمطار الشتوية والصيفية، وتجري حملات التعبئة لتدوير الزراعة، لأن الزراعة المتداولة في المديرية هي الذرة الشامية التي أصبحت عرضة لدودة الحشد الخريفية. وأشار المسؤول إلى فتح طريق فرو إيجيلا دمحينة الذي يربط بالإقليم الجنوبي وشق طريق فرو زولا أفتى مالكا كادرا الترابي. وخصصت الحكومة مولدين كبيرين للطاقة الكهربائية لحل نقص الكهرباء في بلدة فرو. ويقطن مديرية فرو أكثر من 44,000 نسمة. نظم سيمينارات للمهنيين الزراعيين في مدن أقردت وتسني وبارنتو لمكافحة الآفات الزراعية وخاصة دودة الحشد الخريفية الطائرة. وهدفت السيمينارات توعية المهنيين الزراعيين بكيفية السيطرة على الآفات والطبيعة الخطيرة لدودة الحشد الخريفية وتقديم المعلومات الآنية للمزارعين ومساعدتهم. وأوضح مسؤول تنمية النباتات في مكتب الزراعة والأراضي بإقليم القاشبركة السيد جويتوم هايلا ميكائيل أن الجهود التي بذلت بتضافر المهنيين الزراعيين والإدارات والمزارعين منذ شهر فبراير الماضي لإبادة دودة الحشد التي ظهرت في بعض المناطق الإقليم حققت نتائج مرضية. ويتوجب تدعيم التجربة بالمعرفة العلمية.
من جانبه أشار المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الإقليم السيد أبو بكر عثمان إلى أهمية وآنية السيمينارات المنظمة، داعيا الخبراء للعمل داخل أوساط المزارعين وتعريفهم بسبل مكافحة الآفات الزراعية وتقديم المعلومات العاجلة في حال ظهورها. قام سكان مبادرة بمديرية سرجغة بتنفيذ أنشطة فاعلة لإصلاح البيئة. وأوضح مسؤول وزارة الصحة في الإقليم الأوسط الدكتور تسفاي سلمون في الاجتماع الذي عقد عن إصلاح البيئة في مديرية سرجغة وقال نفحه وبريخ في إطار الجهود التي بدأت منذ عام 2009. من جانبها أوضحت مندوبة اليونيسيف في إريتريا السيدة شايا أسندوا بأن النظافة أساس الصحة والصحة أساس التطور، مشيدة بأنشطة سكان مبادرة لإصلاح بيئتهم. وقد تم إصلاح بيئة 98 قرية في الإقليم الأوسط، وقد جرت المناشدة للقرى المتبقية لإصلاح بيئتها. دعا طلاب مديرية سنعافى للدفع بأنشطة تنظيم الزيارات للمواقع الأثرية والتاريخية لدورها في بناء الشباب وبقيم وتاريخ وثقافة مجتمعهم. وأوضح طلاب مدرسة مطر المتوسطة الذين قاموا بزيارة المواقع الأثرية في مديريتي سنعافى وعالدقيح أن زيارات المواقع التاريخية لها فوائد كبرى لتعريف الطلاب بتراثهم وتاريخهم، ويجب وضعها ضمن المنهج الدراسي. وأعرض الطلاب عن ارتياحهم من الزيارات التي قاموا بها لمناطق بلو قلو ومطر وكسكسة وقحيت وكلية الآداب والعلوم الاجتماعية. وقال مدير المدرسة الأستاذ يمان التخستة أن زيارات الطلاب للمواقع الأثرية تدعم التعليم النظري والوعي بالثقافة. إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. قال مسؤولون محليون أن انفجارا وقع في وسط مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان وأودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم أفراد من أقلية السيخ. وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم نانكرهار أن الانفجار الذي وقع بعد ساعات من زيارة الرئيس أشرف غني لجلال آباد ألحق بأضرار بالمتاجر والمباني في أنحاء ميدان المخابرات في المدينة. وقال المسؤولون أن عدد الضحايا كان ممكنا أن يكون أعلى بكثير لو لم يتم إغلاق أغلب مناطق المدينة استعدادا لزيارة غني الذي لم يكن موجودا في منطقة الانفجار أثناء وقوعه. حقق أندرياس مانويل لوبيز أوبرادو انتصارا كبيرا في الانتخابات الرئاسية المكسيكية وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت لدى الخروج من مراكز الاقتراع، وأهدى بذلك انتصارا تاريخيا لليسار في البلاد. وبحسب 3 مراكز استطلاع حل أوبرادور في الطليعة بأكثر من 40% من الأصوات. وأدى الناخبون في المكسيك أصواتهم في انتخابات عامة جرت على واقع الغضب العميق جراء تفشي الفساد والعنف في البلاد. وأهنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس المكسيكي الجديد مؤكدا استعداده للعمل معه، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه المرشح اليساري في الانتخابات الرئاسية. لقى 4 أشخاص مصرعهم واضطر 250 آخرون على الأقل لمغادرة منازلهم جراء أمطار غزيرة ضربت وسط رومانيا خلال الأيام الماضية وفق ما قالت السلطات المحلية هناك. وجرفت المياه رجلين وامرأة فيما قتل شخص رابع، وانهار منزله بسبب الفيضانات. وانهار سد في منطقة كوفاسانا في وسط البلاد ما أدى لغرق عدة قرى من بينها باسيل ولونكا وماركوسلوي. وقد تسببت الفيضانات بأضرار بالغة في نحو 100 بلدة في أرجاء رومانيا، وأدت إلى انهيار جسور وتدمير عشرات المنازل. تعبيرا عن ولعهن بكرة القدم، ارتدت روسيات أثواب زفاف طويلة وشاركن في مباراة ودية لكرة القدم بمدينة كازان
التي تستضيف مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم. وقسمت النساء المرتديات للأثواب البيضاء والأحذية الرياضية أنفسهن إلى فريقين يضم كل منهما 5 لاعبات، وكان زمن شوط المباراة 15 دقيقة، ولاعبة الراسيات وهن ممسكات بأطراف أثوابهن الطويلة على أرضية من الحصى أمام حشد صغير. وحصل الفريق الفائز على نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكنها مصنوعة من الزهور. إلى هنا مشاهدينا الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.